انا هسافر بكره عشان ارفع عليك قضيه بكره في لبنان. السكارز دي طلعت ايه؟ السكارز دي طلعت حرق، موجود في الصور اللي في الستوري، حرق بني كده، محروقه جوه العمليه. حرقتني وشوهتني، كل ده من هنا عايشه شيطان بخطين من هنا. دول ممليين دلوقتي يا جماعه، دول اللي ظاهرين دلوقتي دول ممليين فيلر. ربنا يخليني اخد حقي. ده كل الخياطات دي ودي، شايفين من فين لفين؟ شايفين الخياطه من فين لفين اللي سعيد بالعمليه في عيني؟ والحفره دي مليانه فيلر اهو مكلكع. لو اتشال الحفره دي هتبقى كبيره جدا جوه. الحاجب الاساسي بصوا اهو طالع فين، ده حاجبي الاساسي. انا عملت رسمته لتحت. انا هجمع كل الناس اللي اتأذت منك وهعرف اجمعهم، عشان بدل ما تقول انا اسف وانا ست على فكره اصوليه وقلبي كبير، نزلت قلت حطيت لي صوره عندي 90 سنه مش انا خالص. ازاي ضميرك يسمح لك تحط واحده مش انا؟ هي عيني اللي هو بيقول ان العمليه ناجحه، ادي عيني اللي مرفوعه فوق متشعلقه، وجعاني والله، وجعاني، عايزاها تنزل كده، عايزه عينيا تنزل كده، انت تعبانه. انا عشان اخرج من مطار بيروت لازم وثيقه ان انا، اقرار مني ان انا، عشان انا وشي مش انا شكلي مش انا. دي اكبر جريمه، انك تغير هويه حد، انك يبص في المرايه مش هو. انا شكلي مش انا دي، انا هشهدكم، انا ده شكل ريهام سعيد. على العموم اقدر اقول ان الواحد كان لازم يرضى بشكله، لكن للاسف الشديد حكمكم طول الوقت على شكلنا بيخلينا دايما عايزين نظهر في احسن صوره، وده غلط. اطلع لك من موبايل اسوأ شويه عشان اوري الناس العمليه اللي انت شايف انها حلوه. ايه رايكم في شكلي يا جماعه؟